اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أهل في الدنيا؟ ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. يا رب تكونوا بخير وفي هنا وسعادة وصحة يا رب العالمين. صلوا على النبي واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وكلمة حلوة منكم، ربنا يكبر بخاطر كل من دخل جديد، وربنا يبارك له يا رب ويا رب يجازيه كل خير، اللهم امين يا رب العالمين. وكل من كتب كلمة وجبر بخاطر، ربنا يكبر بخاطره يا رب دنيا واخرة، واسترها معاه دنيا واخرة. احنا هنا كان ربنا يخلي اللي جاب الفسيخ تتولنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وبارك لها يا رب وده الصحة يا رب. حماتي ربنا يبارك لها يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. الاول كده هي اللي كانت بعتني فسيخ، فعملناه في يوم ما شاء الله. ظبطته وقلت ما اعمل جنبه اي حاجه، عملت بطاطسايه وقلنا بتنجان. تنظيفه سهل جدا. قلت اما احمر بطاطسه صوابع كده، وحمرنا بتنجانه انها تبقى جنب الاكل وكده. فجبت الفسيخ اللهم صل على محمد. طبعا نضفته وجبت المقص وحشت الحاجات الزواد اللي فيه اللي هو من الجناب كده، وقشرته وظبطته ونضفته اهو. مع الفسيخ سردين. كانوا 3 سردينات تقريبا، واحدة كبيرة و2 صغيرين. طعمهم جميل جدا جدا ما شاء الله. فسيختين بس طعمهم روعة. بالمقص كده وافتحهم. عارفين اللي لما تيجوا نعمله نخلله، نيجي نخلي الفسيخ ونجيب بوري، بنعمل بننضف طبعا ده مشري طبعا. بنجيب البراية السمكة كده تغسل كويس أوي، ننشف النغشاش بتاعتها من جوه بمناديل جامد جدا، وننشفه خالص، وننشفها بمناديل ونسيبها ونعملها مساج. أيوة مساج. انت سامعة صح؟ انه مساج. بنعمل البراية كده مساج عشان اما نيجي نفتحها زي ما نفتحها دلوقتي تطلعي السل بسهولة خالص. السلة تطلع بسهولة معانا. كنت بنضف القشر من عليها. عملت على الكيسة عشان ألم كل ده في الكيسة واحطه في الكيسة التانية وتترمي في الزبالة على طول. طبعا كلنا عارفين لما بنيجي نعمل الفسيخ، لما نيجي نقشره القشر بيطير مننا غصب عننا، فلازم ننضف كل حاجة حوالينا عشان لما نلم ما نزفرش حاجة بمواعين. وما نيجي نلم نعرف نلم كله ونغسل الحوض ورانا عشان بتبقى ريحته زفرة جدا جدا. وطبعا كلنا عارفين ريحة الفسيخ اللي بتجيب ممكن مش الشارع اللي ورانا، اللي ورانا، وبتعمل في اي مكان في كل مكان. بس طبعا عشاق الفسيخ يجمعوا، الريحة تبقى الطعم بقى جميل جدا، وبالذات لما يكون زبدة سايحة زي ده. ما شاء الله. نضفت الفسيخ ونضفت 3 سردينات. 3 سردين دولي كناهم تاني يوم، يعني كنا بيهم تاني يوم، ما كناهمش طبعا مع الفسيخ لان جنب الفسيخ مش هيبقى لهم طعم خالص. فقلت بنضفهم بقى بالمره، وان ايدي متوسخه وكده، وان ايدي زفره عشان ما قالكش بيهم ايدي تاني. ربنا يخليها يا رب حماتي ويكبر بخاطرها، ويا رب يخليها لنا كده طول العمر، اللهم امين يا رب العالمين. ويخليك يا ابويا انا بطلع اشوف الفسيخ اطلع منها اهو ما شاء الله. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بطلع الفسيخ خالص ده مع يعني انا عملت لي مساج اصلا دلوقتي، يعني كنت لو شفتوا انا عملتها كده كم مره زي المساج كده عشان اعرف اطلعها. واصلا بتتعمل وهي طريه قبل ما
تتحد أوي كده. وحطينا ليمونة بقى وكده، وكان بصل أخضر والبتنجان، وحطيت عليه ايه هرسة الشطة اللي احنا كنا عاملينها. وده بصل ايه بيقولوا عليه ايه بشوشة. بشوشة راس بصل بشوشة. وعيش بتاع الفرن، عيش شامي، وأحلى أكل. تعال اتغدوا معانا. عشاق الفسيخ، اللي بيحبش الفسيخ ما يقولش أي حاجة، ما يتفرجش براحته. ما شاء الله، والله أنا جوعت، جري ايه عايزة أكل فسيخ. أشوفكم على خير يا أحلى عيلة، مع السلامة.